يا مساء الفل والقمر. انا محتاجه مساعده سريعا. انا نازله وعندي مشوار كده بعد الفطار، فلبست البيسك اللي هو جينز وتوب او بلوفر ابيض، ومش عارفه البس انهي عبايه. انا طلبت 3، هما ال3 بصراحه اسعارهم تحفه فطلبتهم ال3. ومش عارفه البس انهي واحده فيهم، بجد ال3 عجباني قوي، فعايزاكم تختاروا معايا بقى. ماشي، يلا بينا اوريكم اول واحده. جاهزين؟ تحفه بجد، تحفه تحفه تحفه. الوانها حلوه قوي وتفاصيلها عجباني جدا. لو خدتوا بالكم في من هنا كده تفصيله في العبايه من تحت او الكفتان من تحت، في كمان جيوب، في جيبين هنا وهنا. الكم فيه تفاصيل حلوه قوي ان هو مفتوح كده، وعجبني قوي الحركه دي، حسيتها كده مميزه وشكلها عجبني. دخلت معاها بقى اصفر وتركواز، تحفه. قولوا لي ايه رايكم فيها؟ مش عارفه اقول ايه على الشياكه. بجد مش عارفه اختار. بصوا، دي عبايه كده او كفتان لونه ابيض، ما فيهوش اي تفاصيل غير بس التفاصيل اللي موجوده في الكمر هنا وفي الكم. والفكره ان الكم بتاعه واسع قوي، فمدي شكل حلو جدا جدا يعني. فحبيت ان انا البس معاه شوز كده تبقى اخضر، وكلاتش برضو خضرة تدي كده ماتشنج مع العبايه، والاكسسوارز او الحلق لونه اخضر، والباقي كله زي ما انتم شايفين كده ابيض. فعجبني قوي، واكتر حاجه عجباني الكم بصراحه. يعني الكم كده وانا بتكلم او بحرك ايدي شكله حلو قوي. عايزه اوريكم شكلها وهي مقفوله، لان هي بيجي معاها رباط كده، فوهي مقفوله برضو بيبقى شكلها حلو قوي. قولوا لي بقى، وهي مقفوله احلى ولا هي مفتوحه؟ اخر واحده بقى هي مختلفه شويه، لان هي اغمق. الاتنين الاولانيين اللي لبستهم كان لونهم فاتح، فلو بتحبي الغوامق ممكن تلبسي كمان تحتيها بيزك يبقى لونه اسود. انا حبيت البسها كده. بصوا الحلاوه، بصوا شكلها حلو جدا جدا جدا. حبيت البس معاها اسود، ما دخلش اصفر في الشوز والشنطه، لبستهم كده اسود وتفاصيلها حلوه قوي. ولبست معاها بس النكلس دي او العقده ده يبقى لونه كده اصفر. بصوا التفاصيل بتاعتها هي بيزك، ما فيهاش تفاصيل كتير، فعجبتني قوي. الحاجه الوحيده بس اللي موجوده هي الكم. بصوا الكم واخر العبايه برضو هتلاقوهم فيهم زي شراشيب كده، فشكلها بصراحه عجبني قوي.